إن ما طلعتش من الجوازة دي ب3 مليون جنيه يبقى دي جوازة فاشلة، ما ده تحسبهاش. ايه التفكير المادي البحت ده؟ للأسف بقى التفكير المادي ده في كل حاجة، صحاب، قرايب، جواز. أنا أعرف ناس بتقيم الجوازة إن هي هتخش أو لأ بإن هي تطلع بكام مليون جنيه. يا نهار ابيض. والله. والعربية هاخد إيه أو هغير عربيتي لو عندي عربية قديمة، لو عايشة في شقة أنا هطلع لفيلا. يا نهار ابيض، شفت انا كم مستغربه كم ازاي؟ كم كم خاتم دايموند هاخده. بقى تفكير الجوازه ما بقتش بقى اسس الموده والرحمه ما بقتش موجوده. بقى ان انا ادخل اخد الجوازه دي هطلع منها بقد ايه فلوس. بقى هي دي الجواز. بقت في الصحاب نفس الحاجه، هستفيد منك ازاي؟ هتسافر الساحل هتاخدني معاك ولا لا؟ ده عنده شاليه في الحته الفلانيه اللي في مرسى مطروح، هتكلمهولي. انا ده صاحبي. بالظبط. صاحبي ده عنده شركه كبيره جدا فممكن يجيب لي مصالح ويجيب لي شغل. انت بتتكلم عن ده بجد، بقى دلوقتي المعظم بقى ماشي كده، ماديات بحته، العلاقات بقت ماديه بحته. فما بقاش اللي اخد الصاحب الجدع اللي هو يبقى جنبي ويبقى واقف معايا او ان انا اقضي معاه وقت حلو بعد الشغل. بقى تفكير ان انا هكسب من وراه ايه، هاخد من وراه ايه، هيخلص لي ايه مصلحه، هيقضي لي ايه، هستفاد منه ايه. بس مش كله كده. وخلي بالك بقى الموضوع في القرايب كمان لا ده في القرايب بقى اكتر عشان موضوع الورث. لا ده الورث ده قصه تانية. لا ما هو ماديات، ما هو انت بالظبط. بتتكلم بقى، ما هو انا دلوقتي صله الرحم، او ان انا عندي اخ او ان انا عندي اخت وبيننا ورث، والموضوع لو في تاخير شويه او في حد ليه حته شويه اكبر او كده، ممكن يخسروا بعض عشان خاطر الفلوس. فانت بتتكلم زي ما كنا بنقول ان المجتمع بقى مادي بحت. يعني كل حاجه قايمه انا هستفيد ايه وهاخد ايه ومش هاخد ايه، ولو مش هستفيد حاجه انا ممكن اقطع علاقتي بيك وممكن ما اعرفكش تاني، احنا مش صحاب، ما بيفرقش معاهم البني ادمين. الموده والرحمه ما بقتش موجوده، ده اللي نقدر نختصره. ولما تشوف تليفون من قريبك او من حاجه بقت متوقع ان هو عايز مني مصلحه، مش ان هو يتصل يسلم عليا او ان هو عايز يعيد عليا، لا هو متصل عايز خدمه.